اقسم بالله فكرة مشروع النهاردة حرفيا مشروع كرييتيف زي ما بيقول الكتاب. النهاردة لو معاك 10 جنيه، لو معاك 10 جنيه في جيبك هخليك تبدأ المشروع ده وتربح منه ارباح مهولة. على قد المبلغ اللي انت هتحطه على قد ما هيجيب لك ضعف المبلغ اللي انت هتحطه. تمام؟ طيب مشروع النهاردة ينفع للشباب وينفع للبنات وينفع كمان للعيال. انت متخيل؟ ينفع للعيال اللي ماشيه في الشارع. لو انت عندك 10 سنين 12 سنه تقدر تعمل المشروع ده، لانه مشروع بسيط جدا وتقدر ان انت تعمله ب 10 جنيه. لو معاك 10 جنيه في جيبك المشروع ده هتقدر تعمله. بس يا ريت لو انت اول مره تشوفني تعمل لي لايك على الفيديو ده وتعمل لي اشتراك في القناه علشان يوصل لك كل جديد. ويا ريت كلنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ولو بتحب النبي تعمل لي اشتراك علشان بجد الفيديوهات دي انا بتعب عليها، وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه تفيدك لو انت ما استفدتش من الفيديو ده. تمام؟ فعلى طول كده تخش تعمل لي سبسكرايب. مشروع النهارده بقى من غير ما نطول كده في المقدمه، مشروع النهارده وهو عن القصب. زي ما انتم شايفين، واحد هيقول لي ايه يا عم القصب ده هنعمل بيه؟ تعالى بس خليك معايا واحده واحده وانا هخليك تمسك ذهب، هخليك تعمل فلوس محترمه. بس مشروع النهارده مش عايز واحد من اللي هم من الناس اللي بيتكسفوا. انا بعمل المشاريع اللي هي البسيطه دي، المشاريع السهله دي للناس اللي هي عايزه تاكل عيش، اللي هي بالنسبه لها الشغل لا عيب ولا هو حرام طالما انا بعمل حاجه بترضي ربنا. خلاص طالما باكلها بالحلال يبقى ولا عيب ولا حرام. تمام؟ طيب هنعمل ايه يا عم بالقصب ده؟ زي ما انتم شايفين ده عود قصب، بس ده نص عود، ده نص عود. العود التاني بصراحة النص التاني بصراحة أنا أكلته من شوية. تمام؟ طيب أنا جايب العود القصب ده بكام؟ ب10 جنيه. وخلي بالكم ركزوا معايا، أنا جايبه بكام؟ جايبه ب10 جنيه. تمام؟ وده نصه، يعني ده النص التاني والنص الأولاني التاجر. حلو؟ طبعا كده أنا جايبه مش جملة، أنا كده جايبه عادي اللي هو بشتريها عادي من اي واحد في الشارع هيدولك ب10 جنيه. طيب احنا مش هنبيع قصب، يعني احنا مش هنبيع القصب زي ما انتم شايفينه كده. احنا هنعمل حركة صايعة جدا تخليك تعمل من العودة ب10 جنيه ده تعمل 10 جنيه زيها تاني. يعني كل 10 جنيه هتحطها تكسب عليها 10 جنيه على طول، ضعف المبلغ اللي انت هتحطه. ازاي بقى يا عم هشام؟ انا جاي اقول لك ازاي. اول حاجة هتشتري مثلا وليكن عود قصب زي ده بس كامل بقى، عود قصب زي ده. حلو الكلام؟ وهتشتري اطباق فل، الاطباق الفل اللي هي الصغيره دي. وهتشتري اللي هو مش عارف بيسموه الشرينك، اللي هو اللي بيعملوا بيه الجبنه ده، اللي هم بيقفلوا بيه الاطباق اللي هو الخفيف ده. تمام؟ مش عارف اسمه ايه بصراحه. طيب هنعمل ايه بقى؟ عود القصب اهو هنقسمه نصين زي ما انا قاسم كده العود ده نصين. هنقشر النص ده كله. تمام؟ هنقشر النص ده كله. تمام؟ وتبدأ ان انت تقطعه حتت. بعد ما تقشره تقطعه حتت كده، يعني كل حتة بالظبط يعني 3 صوابع. ادي 1 2 3، كل عقلة من دي هتطلع لك 3 قطع. وتعمل كل اللي انا بقول لك عليه ده على نص العود ده. تمام؟ وتاخد القصب وهو متقطع تحطه في الطبق وتشرنكه او تغلفه. تمام؟ اللي هو البكر اللي هو التغليف ده اللي هو الشفاف، مش عارف اسمها ايه والله مش جاي في دماغي. تمام؟ وتنزل يا باشا تعمل لك الطبقين الجمال وتنزل تبيع الطبق. اقسم بالله الطبق بيتباع ب 15 جنيه. الطبق بيتباع ب 15 جنيه، والطبق بالظبط نص، الطبق بالظبط نص عود وبيتباع ب 15 جنيه. يبقى انت جايب العود ب 10 جنيه. تمام؟ وبتبيع نص عود ب 15 جنيه. لا يا عم احنا مش هنبيع يا عم ب 15 جنيه، احنا عايزين نبيع اكتر، بيعه ب 10 جنيه. تمام؟ يبقى انت جايب العود ب 10 جنيه كامل، قسمته نصين، نص بقى ب 10 والنص تاني بقى ب 10. وتنزل يا باشا بالطبق بتاعك الجميل. لو انت عندك حتة عربية صغيرة كده، مش عندك يا باشا اتعامل وامشي بيهم كده وانت شايلهم في الشنطة في الشارع. وانت لأي الناس بتوع التكاتك قول لهم معايا طبق قصب ب 10 جنيه، طبق قصب ب 10 جنيه، وهتبيع. اقسم بالله هتبيع. يبقى انت عملت
عملت مشروع ب10 جنيه، تكسب من ال10 جنيه 20 جنيه. طبعا انا مش بقول لك ابدا ب10 جنيه، ممكن تبدا مثلا ب10 تعواد. 10 تعواد ب100 جنيه يا عم. ابدا ب100 جنيه، ال100 هتجيب لك 100. انت متخيل؟ ال100 جنيه هتجيب لك 100 جنيه. لو حطيت 500 جنيه هيبقوا 1000 جنيه، لو حطيت 1000 جنيه هيبقوا 2000 جنيه. بس ابدأ صغير، يعني ابدأ يا عم ب4 5 تعواد. 4 5 تعواد. انت يا باشا وانت قاعد في البيت كده تقشر، تمام، وتقطع عقل، تمام، وتحط في الطبق الفل وتشرنجه. بس كده انت بقيت المشروع جاهز ان انت تنزل تبيعه على طول. فانا شايف ان ده مشروع محترم، مشروع جميل جدا. وزي ما قلت لكم، في ناس بتخش لي في الكومنتات تقول لي يا عم انت عبيط، يا عم انت هو احنا هننزل نعمل كده؟ لا يا باشا، انت شايف نفسك ان انت في قيمة عالية او برستيجك ما يسمحلكش ان انت ما تعملش المشاريع دي، يا باشا ما تتفرجش عليا. لان القناة دي انا عاملها للناس اللي على قد حالهم، الناس البسيطة، الناس اللي ما معهمش فلوس ونفسهم يشتغلوا، الناس اللي مش عارفين يشتغلوا، ما جاتلهمش فرصة شغل. فدي فرص لا هي عيب ولا هي حرام، ويقدر اي حد يعملها بسهولة جدا. لان 3/4 الناس اللي بتتفرج عليا دايما بيخشوا في الكومنتات يقولوا لي يا ريت تقول لنا على مشروع يعني بدون رأس مال، او يكون رأس المال يكون قليل. فالمشروع ده بجد اقسم بالله خطير، اقسم بالله خطير. يا عم هقول لك على حاجه، ما تلفش يا عم بعربيه وانت جنب اي مثلا قهوه كده، حته بتاع خشبيه وحط عليها، وما تقولش للناس تعالى وخد اشتري. هي الناس هتشوف القصب والشكل التغليف حلو، هيروح على طول يقول لك بكام. قول له يا عم ب 15، قال لك غالي، قول له يا عم خده ب10، انت برضو كسبان. واللي ممكن واحد يجي ياخده منك ب15 برضو انت هتكسب. انت فاهم؟ فالموضوع محترم جدا، مشروع سهل جدا جدا جدا، العيل الصغير يقدر ان هو يصممه. تمام يا شباب؟ فالمشروع ده مشروع القصب بجد مشروع خطير. وده خلي بالكم، ده الموسم بتاعه، ده موسم القصب. يعني القصب دلوقتي كويس جدا، تقدر ان انت تستغل الموسم ده علشان الموسم ما يضيعش منك، تقدر تعمل فلوس محترمة من الموسم ده. وتقدر ان انت كمان لو انت مش عايز تنزل انت توزع، تقدر ان انت تجيب عيل صغير يكون هو تعلمه على الشغل، وتنزله بالعربية ويشتغل يا عم، واديله اي حاجة هيبيع لك اكتر، هيبيع لك اكتر. وانت باشا قاعد في بيتك. هو هتصرف كام؟ يوم ما هتصرف قوي هتصرف 150 جنيه. ده انت كده صرفت جدا. وال 150 جنيه هيجيبوا لك 150 جنيه زيهم. لو اديت للواد الصغير، عيل صغير، لو اديته 50 جنيه في اليوم هيقول لك يا باشا انت احلى مسا عليك، ده انت برنس. تمام؟ فمشروع النهارده مش عايز الناس تتجاهل المشروع ده، حاولوا تبدأوا. طالما انت قاعد بتتفرج على اليوتيوب على مشاريع وما بدأتش، تعرف ان انت لسه فاشل. ابدأ، اهم حاجة انك تبدأ. بدأت يبقى انت كده حطيت رجلك على اول خطوة في النجاح. ممكن تفشل اول مرة، ممكن تفشل تاني مرة، بس التالتة هتيجي. طالما انت سايبها لله يبقى ربنا هيقف معاك، وان شاء الله هتنجح في مشروع من المشاريع دي. ولو نجحت في مشروع من المشاريع دي صدقني هتمسك قرش محترم وهتمسك فلوس كويسة، ومش هتستنى ان انت تشتغل في شركة عند حد ولا الكلام ده. تمام يا شباب؟ فمشروع النهارده مش عايزين نتجاهله. ويا ريت اي حد يعمل المشروع ده او يصممه يكتب لي في الكومنت ويقول لي ان شاء الله انا هصمم المشروع ده. وكل الناس اللي شافت مشروع النهارده وعجبها يا ريت تعمل لي لايك. وبالله عليك يا شيخ، بالله عليك تعمل لي سبسكرايب على القناه دي، عشان عايز اعلي القناه في اسرع وقت. تمام؟ فزي ما بفيدك يعني حاول ان انت كمان تفيدني بالسبسكرايب بتاعك وتعمل لي لايك على الفيديو ده. تمام يا شباب؟ بس كده يا شباب، وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويكون المشروع النهارده يكون خفيف على قلبكم. وان شاء الله ان شاء الله في مشاريع كويسه جدا هتنزل على القناه قريب. بس كل اللي انا محتاجه دعمكم ليا. حاولوا ان انتوا تدعموني وتعملوا لي الاشتراك على القناه. انا قلت الموضوع ده يجي 3 مرات اهو في الفيديو، فما تنسونيش. طالما انا مش بنساكوا في تنزيل الفيديوهات، حاولوا ان انتوا كمان ما تنسونيش عشان اقدر انزل لكم مشاريع كويسه جدا. وان شاء الله ان شاء الله في مشروع للبنات كويس جدا 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 هينزل ان شاء الله الفيديو اللي جاي. مشروع اللي جاي بتاع البنات ده
حرفيا هيغير حياة اي بنت تخش تتفرج على الفيديو ده. تمام. تخش تتفرج، اي بنت هتتفرج على الفيديو بجد حياتها هتتغير بعد الفيديو ده، لانه مشروع كويس جدا وخلطة احنا عاملينها. الخلطة دي لو انت عملتيها، مش عايز احرق الفيديو بقى. بس كده يا شباب، وبكده وصلنا لنهاية الفيديو، وشكرا جدا على دعمكم ليا على القناة، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. وكان معاكم هشام سعيد. سلام.